بص يا صديقي، قبل ما نتكلم عن الرجولة وقبل ما نختلف مين الصح ومين الغلط، خلينا نرجع شوية ونسأل سؤال بسيط جدا. هي الرجولة معناها إنك تتخدم ولا معناها إنك تخدم؟ لو عايز الإجابة الصح مش هتلاقيها في كلام الناس، هتلاقيها في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، في أبسط التفاصيل، في تصرفات بتعلمنا إن الرحمة مش ضعف، وإن المشاركة مش نقص، وإن أعظم قدوة عرفتها البشرية كان إنسانا قبل أي شيء. لما سألوا أمنا عائشة رضي الله عنها هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه في بيته، قالت كان في خدمة أهله، يساعد ويشتغل معاهم، ولما يجي وقت الصلاة يطلع يصلي. يعني مش عيب ولا نقص من الرجولة إنك تقف معاها ساعة في المطبخ، ولا حاجة تكسف إنك تغسل طبق أو تشيل معاها شوية غسيل من على الحبل وهي بتعمل حاجة تانية في البيت. ومش آخر الدنيا إنك تكوي قميصك أو حتى تعلق هدومك بإيدك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كان بيصلح نعله ويرقع هدومه ويحلب شاته، وإحنا بقى قاعدين في البيت كأننا ولاه، حتى شربة المية مستنيين تتقدم لحد عندنا. الدنيا فيها قسوة كفاية، فخليك لين. فلو انت اول مرة تنورني في القناة فما تنساش اللايك والاشتراك وتفعل زر الجرس علشان توصلك الحلقات الجاية من كتاب رسائل من النبي صلى الله عليه وسلم، والله المستعان. بمحض الجود والكرم